وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما. هذه آيات بينات من كلام الله عز وجل تأمر أهل الإيمان بالإكثار من ذكر الله جل جلاله على مختلف أنواعه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا زد وسبحوه بكرة وأصيلا صباحا ومساء. فالله عز وجل هو الذي ينشر رحمته، هو الذي يصلي على عباده هو وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بعدله وبفضله بالمؤمنين رحيما. هذه آيات من كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس إذا سمع أهل الإيمان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من الواجب عليهم أن يفتحوا أسماعهم ويصغوا بقلوبهم لأوامر الله عز وجل أو لنواهيه. الآية دي أيها الإخوة الكرام من الله جل جلاله ثم رد أهل الإيمان. أما في قال ابن عباس ما يسلم ربي عز وجل عن السولد يا مؤمنين يا أهل نس الذي يفهم الأوامر ربي عز وجل أن يمتثل النواهي رب العالمين أستبعاد. هي الآية دي الصاد يا أيها الذين آمنوا الوصية تزورث إذن اذكروا الله ذكرا كثيرا. المؤمنين ذكرت ربي عز وجل الذكر الكثير لعل من مقاصد الشرع يوكل الإنسان المؤمن ويتعيش الغفلة ويتعيش السعوي النصر والزفر النميمة الغيبة يتتبع عورات الناس إفكار رب العالمين القرآن القيم الجامع سنة نجم لسنة دينا يوكل نتوقع على المحظور إفكار ربي عز وجل الخطة الناجحة الوصفة العلاجية النافعة يوكل لحرب الإنسان آفات الإنسان في النهضة بالجمعة في عداد ذا شرط ذا الذكر الكثير
لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنعم يا ربنا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنحبس كلمات الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وإذ الأمر من الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا. المسائل ذا شو الذكر أما يتقرأ أهل العلم الذكر يقال رب سبحانه عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. الذكر أيها الإخوة بمعناه هو القرآن الكريم، هذا الكتاب الفذ الذي انفرد بحل المشكلات والمعضلات. الذكر اللي يقصد ربي عز وجل ذا شمس ذا القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله عز وجل بقراءة القرآن الكريم وبتعلمه وبتعليمه وبفهمه وتدبره والعمل بأحكامه. الأمر الأول يمرض ربي عز وجل أهل الإيمان أظهرنا القرآن الكريم، أسلم القرآن الكريم وهجرنا القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي يسر القرآن للذكر، للقراءة، للحفظ، للتلاوة. هل من مقبل، هل من مدكر؟ الذي هو اللي كذا يستجب لرب العالمين أذكار القرآن للبيوت السنة التسويس والجماع وأذكار القرآن الكريم، الفهم معنى القرآن الكريم، الطبقان آيات القرآن الكريم، الهجران البعث الفيد حرم ربي عز وجل هي القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا الذكر قال عنه أهل العلم هو قراءة القرآن بخشوع وتدبر وتمعن وفهم وتطبيق لأحكامه في واقعنا المعيش. أهل العلم قالوا ذكر الله عز وجل تبزغ قراءة القرآن. الحمد لله الآن العلم كمل قبل اللغة العربية، قبل اللغة الفرنسية. برزخ واحد أعجمي بمعنى يسأل اللسان العربي أكيد القرآن ألا مسوه يون الحياة كامل سلا هي الكفر هي الإلحاد. إهدى ربي عز وجل سيكونفيرتي يكشف الإسلام أكيد قال القرآن الكريم ما شاء الله السنة كيزلزل على شاشة الفرق أفلع في الإسلام ويسمي أنا يخدم ورد يوفد الصورة التقاء آناء الليل وأطراف النهار. هذا القرآن أيها الإخوة سماه ربي سبحانه عز وجل القرآن الذكر الكتاب الروح إلى غير ذلك يسمينا غير السعادة الأبدية أما يدني ثمن خاص سلام قراءة القرآن الكريم. ذلك أهل العلم يقفنا مع الصور سور البقرة وآل عمران اسمها ست النبي عليه السلام غمامتان أدركت يوم القيامة أكدلت في عذاب الله عز وجل. أدناف سورة الملك في 30 آية اسمها ربي عز وجل النبي عليه السلام الناجية تصور تنجون العباد العذاب القبر تسورة آية تفن قفوسنا أحد الصحابة أمين تسجن الجنة. هذا في سورة ياسين اسمها ياسين النبي عليه السلام قلب القرآن والبول ربي عز وجل. هذا نطاف سورة الرحمن اسمها ياسين النبي عليه السلام عروس القرآن. كل هذه الآيات كل هذه السور لا بد على الإنسان أن يقرأ
يسمع تلاوتها، هذا يدبر المعنى الآية هذه ويخدم يسد ويبيع في الزواج. أو نحكوا القصة تمشطات. قال أهل العلم بأن الإنسان حينما يغرغر بمعنى ما في تنفسي تصرح الدفا أثناء الموت، يأتيه رجل وسيم يقف عند رأسه، رجل وسيم بشوش يؤنس هذا الإنسان أثناء خروج الروح. ملكي كان الروح من المدفة أد يسيون الإنسان على هيئة بشر، يسعد بشرى ما شاء الله يتصلصى أد يفد القروي بنادم على رأس الإنسان. ما سنت الملائكة يوافق سنت الروح بني آدم أتفضل هذا الإنسان يدافع برفق على هذا الإنسان. فإذا غسل هذا الأخير توفاه الله عز وجل وغسل، جاء هذا الرجل الوسيم يكون بين الكفن وبين صدر العبد. مريل الإنسان سردت أن يروح هذا الرجل الوسيم أن يجلس أكذ الكفن يجلس صدر بني آدم أكذ الكفن. ما يسمنكر ونكير للقبر أسسن هذا الإنسان أذي الإنسان الرجل الوسيم بجانب العبد في قبره. أسين منكر ونكير لهذا الرجل الوسيم جانا نسقسي العبد نسأل أسين الحضر ذاتية وتصفاق غرام أما كنيقنا ويفوقنا هي الحياة من الدنيا ألا ما يصعد الروح بني آدم الجنات العلا. سقسان هذا الرجل الوسيم سقسان شكون دا إناس أنا هو القرآن الكريم الذي يتلوه الرجل آناء الليل وأطراف النهار. ناس كذا ولا ربيع إلا يقرب نادم الصباح ثمديه. إذا القرآن الكريم هو الأنيس في الوحشة وهو الصاحب والصديق في الغربة. بل الإنسان ضروري ذا ولا ربي غايدوني ذس القبر ذا ولا ربي غايكي الإنسان جنات النعيم ذا ولا ربي آيلين يذاك. لأن قال النبي عليه السلام يقال لصاحب القرآن لحافظ القرآن للذي يقرأ القرآن للذي يشغل أوقاته بقراءة القرآن مبتعدا عن تتبع عورات الناس، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية أو سورة تقرأها. صاحب القرآن أسئلة الملائكة الأغرد دخل الجنة يرتقي وصعد في الجنة. واش كان يقول؟ أسئلة المكان إليه عند آخر آية تقرأها. النبي عليه السلام حينما صعد إلى السماء العلى في الإسراء والمعراج سمع قراءة حارثة بن النعمان، سمعه يقرأ القرآن في الجنة. النبي عليه السلام اسمه اليوم الإسراء والمعراج حارثة بن النعمان صحابي مازال في حي جد القاعة ولكن يفهم الصوت نسقا القرآن الكريم في السماوات العلى. فقال النبي للأمين جبريل هذا صوت معروف، هذا صوت حارثة ابن النعمان كان يرتل القرآن داخل الجنة والنبي عليه السلام يسمع له يسلت وانت ما زلت على قيد الحياة في الأرض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الصباح فهمتيه ذوك سالك مارشي الخدمة ما تكرر التصل ما تكوير الصلاة دائما سيدير يا لك رب العالمين. زين بعد قراءة القرآن واش يجي
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا زد وسبحوه بكرة وأصيلا. أقف هنا. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. عوض أتهدر الغيبة الغيبة النميمة وغتشمطين بكشمين واسمع غير سبحان الله إبادا أستغفر الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أمر من الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. الصباح تمديه العجب ربي الجدود لنا 60 زيد تساوي 70,000 أتصف السبحة. يا أخي أفضل ما يسبح الإنسان السنة يسبح 6 تسليس. سبحان الله. تيجي قرصت المستنطقات أذكرت ولكن يجوز تشد السبحة. الشيخ كبير يشد السبحة وراه المشكل. بسم الله ويدير أتفضل الستير يما ترحم ربي ما ترحم ربي مازال الصالحات على قيد الحياة 70,000 مرة تجيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدخل من الشوال أدخل على الكاسيس أدخل من المال أدخل الماكلة أترف دخل يا لا تذكر ربي سبحان الله سبحان ربي العظيم. ما تذكر شحال 70,000 مرة 10 أيام 15 يوم. واش تجيب الفدية كي راني ذكرت ربي 70,000 مرة. وراه نجي لهذا داير نجي لاقيه هذا نجي فدية قبل ربي سبحانه عز وجل الدعاء وكيل نجي فدية السمغاي ربي سبحانه عز وجل الزريعة ذي الوقت آية نزل أنسوها رب العالمين أنحصوا أخلاق اللحوم أرزكا أنحصوا أين عندك الأعمار اللي عدى ذلك يستريد قرفان القبورنا أنت ربي عز وجل أن يعفو ربي في الله أي عبدان أن يصلح ربي أين يسدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كما بعض الوصايا دعاء كل واحد أهل الصلاة دعوهم الله ويا فارق الحب والنوى يعطي لكل قلب ما نوى برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. كاين واحد الصلاة الآفات تاع الزمان قالك تعاوني باش يوليو العائلة تاعو طيعوا وين لحقنا هذيك شويه الساقه ما نزلش جهنم ان شاء الله الحين ربي العائله ينس تحتار من هني ديال ربي ان شاء الله نبغي ناس هذه حين ربي العباد ان يرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله. الله